حبايب رانيا، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب رمضان كريم علينا كلنا يا رب. اللهم امين يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض تشكيلة حلويات سريعة كده، بس النهارده انا مش هعملها كلها معاكم. انا بوريكم بس الحلويات اللي معانا. كنافة وقطايف وبسبوسة. طبعا النهارده هنعمل مع بعض البسبوسة بسرعة جدا جدا. زي ما انتم شايفين بسبوسة ما فيش اروع ولا اجمل من كده، مرملة وهشة وبتدوب دوب دوبان كده بجد، ولا اروع من كده. والكنافة زي ما انتم شايفين طرية جدا من جوه ومقرمشة من بره. بس النهارده هنعمل مع بعض الكنافة. هنبتدي الاسفة البسبوسة. هنبتدي مع بعض، وطبعا البسبوسة بتتكلم عن نفسها. ايه رأيكم؟ بذمتك الجمال ده شفتيه قبل كده غير عند الحلواني بره؟ انا بتحدى اي حد يعمل الطريقة دي ويقدمها لضيوفه في رمضان، ولو حد صدق ان دي معمولة في البيت يبقى فعلا فعلا. بصي، الغي الاشتراك لو انت عاملة اشتراك معايا. بس والله العظيم ما في احلى ولا اجمل من كده. يلا بقى بسرعة عشان نشوف القمر ده اتعمل ازاي. معايا كوباية الا ربع من السكر، وكوباية الا ربع من السمنة، وكوباية الا ربع من المية او اللبن، ومعلقة كبيرة ونص من عسل الجلوكوز، وطبعا فانيليا. هنحط كيسين فانيليا، وبناخد كل المكونات دي كلها مع بعضيها كده وبنقلبها كويس جدا على نار هادية لحد ما تدوب معانا خالص. خلي بالك المقادير انا كاتباها لك سكرين، كاتباها لك على الشاشة، فتقدري تاخديها سكرين وتفضل عندك. بعد ما تدوب معانا خالص، بس المقدار، بس المكونات دي ما تبقاش سخنه، اوعي تسيبيها سخنه. هفضيها على على نص كيلو من دقيق السميد، عليه 3 معالق كبار من جوز الهند، ورشه من الملح فقط لا غير، مش هنحط بيكنج باودر ولا حاجه. طبعا انت تقدري تبدلي اللبن، الميه باللبن. فخلي بالك الحلواني بره بيعملها بنفس الطريقه دي، بتكون ميه، ما بيحطلكيش لبن. من رابع المستحيل ان هو يحط لك لبن. وبكون دهنه طبعا الصينيه بتاعتي بسمنه او لو عندك معلقه طحينه تقدري تدهني بيها. الصينيه دي بقى بتاعت ست الحبايب، حبيبه قلبي ونور عينيا ماما. انا بحب جدا جدا الصينيه دي لانها سميكه، وبتطلع لي التسويه بتاعت البسبوسه روعه، مفيش احلى من كده. وبنزل بقى بعد ما بدخلها الفرن بتطلع سخنة، وبنزل عليها بالشربات السخن. لازم يبقوا الاتنين سخنين. ايه هو الشربات يا رانيا؟ كوباية ونص من السكر، وكوباية ونص من المية، ورشة من ملح الليمون، رشة صغيرة جدا، وفانيليا. مجرد بس ما ياخد غلوتين معايا بطفي عليه وبس. البسبوسة بتاعتي شايفين الجمال بتاعها؟ والله العظيم ما في أجمل ولا أروع من كده. مرملة جدا جدا وطرية، والطعم ولا أروع من كده. أتحدى حد يدوق من إيدك البسبوسة بالطريقة دي ويصدق إن انت اللي عاملاها في البيت. ماشي، قدميها على سفرتك لضيوفك في رمضان، ودي رانيا ميكس دعوة حلوة كده من قلبي. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، واوعي تنسي الاشتراك واللايك. حبيبة قلبي رانيا، اوعي تنسيني باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد. واحلى والذ بسبوسة هتاكليها ان شاء الله. وافتكري رانيا باللايك، اوعي تنسي اللايك. ماشي يا قمرايا، وكل سنة وانت طيبة حبيبة قلبي، والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله.